لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس. وفاة الممثل الجزائري فريد قساسية رحيل مفاجئ. غيب الموت الاثنين الفنان الجزائري الكوميدي فريد قساسية عن عمر ينهز 58 عاما بعد إصابته بسكتة قلبية. وأعلنت عائلة الفنان الراحل العثور عليه ميتا في منزله بالعاصمة الجزائرية صباح الاثنين، فيما تقرر تشريح جثته لمعرفة أسباب الوفاة التي رجحتها عائلته بأن تكون ناتجة عن سكتة قلبية. كما أعلنت عائلته في تصريحات لوسائل إعلام محلية عن تأجيل مراسم دفنه حتى صدور تقرير الطب الشرعي. وأحدثت الوفاة المفاجئة الفنان الكوميدي فريد قساسية صدمة بالشارع الجزائري والوسط الفني، خصوصا أن عائلته أكدت عدم إصابته بأي مرض. ولد الفنان فريد قساسية في 24 يوليو حزيران 1964، وكانت بداية مشواره الفني في فيلم في سبيل الجزائر عام 1985، إلى أن الجزائريون تعرفوا عليه أكثر منذ تسعينات القرن الماضي بأدوار كوميديا مختلفة. واشتهر الفنان الجزائري الراحل فريد قساسية بقلب في الوسطين الإعلامي والفني لا يعرف إلا به، وهو فريد الذكور، وهو اللقب الذي التصق به منذ بداية تسعينات القرن الماضي بعد مشاركته الأولى في برنامج تلفزيوني فني على التلفزيون الجزائري الحكومي بعنوان بلاد موزك، كان يؤدي خلالها أدوار كوميديا بهذا الاسم. الفنان الراحل من الوجوه الكوميديا التي رافقت الجزائريون سنوات العشائرية السوداء التي عرفتها الجزائر فترة تسعينات القرن الماضي مع همجية الجماعات الإرهابية، واشتهرت عبر مساره الفني الممتد على مدار 3 عقود كاملة بأدوار فكاهية إلى جانب كبار الفنانين الجزائريون، ومن أبرزهم الفنان الكوميديا بيونة في السلسلة التلفزيونية الفكاهية ناس ملح سيتي. كما شارك الفنان الراحل في عدة أعمال درامائية كوميديا بينها جمعي فيلمي وسوق الحاج الأخضر ودار العجب. ولم يكن فريد مجرد فنان كوميدي فقط، بل عرفه الجزائريون أيضا بجراءته في انتقاد الساحة الفنية ببلاده، ولم يتوانى عن وصفه من اعتبروهم دخلا على الفن بعد أشباه الفنانين، وتمجات لم يسماها بتمهيشه وإبعاده عن المشهد الفني. رحم الله الفنان القدير الجزائري الراحل فريد قساسية.